السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام. في هذا الفيديو لدينا سؤال عن انسداد الموية في الغسالة وأنه لا يتم تصريفه، بحيث أنه بعض القطع الصغيرة سواء عملات معدنية أو أشياء صغيرة أو فاين مناديل شيء كلينكس يدخل من هنا من تحت المروحة ويصير يعني علق في فتحة التصريف، فتجي بعدين تصرف الموية فما يتصرف معك أو تتصرف ببطء شديد. فلذلك بنوريكم طريقة كيف تفتحها من الخلف وتطلع الانسداد اللي فيها. تابعوا معنا. عشان نقدر نفتحها من الخلف نروح نجيب مفك براغي أو مفتاح، طبعا طريقة سهلة جدا. تابعوا معنا. نبدأ نفتح هذه المسامير لما يظهر معنا مكان التصريف. شوف ذاك المكان، مكان السدادة. الحين نكمل نفتح الجهة الثانية. تفتح هذه السدادة تلاقي في الداخل يعني تراكمات عملات معدنية، أعواد أسنان، شيء يسقط من الملابس، أزرار، شيء تشيلها بصبعك. شوف زي كذا خلاص تمشي معك الموية. أحيانا مناديل، أحيانا أشياء صغيرة، خلاص تمشي معك على طول بدون ما تحتاج مهندس ولا شيء. خلص صب موية صافية عشان تصفي المكان نظيف. بعد كذا خلاص ترجع الربلة إلى مكانها. خلصنا ويكون أزلنا مشكلة الانسداد والموية تصرف معك طبيعي جدا بدون ما تحتاج مهندس أو شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام. في هذا الفيديو لدينا طريقة كوي المريول المدرسي. يرجى الاشتراك في القناة وتشير الفيديوهات حتى يستفيد الجميع، حتى يصلكم كل جديد. بسم الله. اليد الأخرى جوانب، نقلب الجهة الأخرى، وبعدين الصدر. طبعا كذا صار مكوي، لكن ضاعت ايش؟ السقطات هنا والكسرات. نعيدها بشكل سريع. نمسك من طرف الكسرة من مقابلها كذا بشكل مستوي. الكسرة الأخرى كذا. متابعين الكرام يعني نرجع الكسرات بهذه الطريقة. نمسك من الطرف الأعلى ما يقابلها بشكل مستوي إلى أسفل. نعيد كسرات المريول كما كان، وهكذا صار جاهزا. متابعين الكرام يرجى الاشتراك في القناة، تشير الفيديوهات حتى يصلكم كل جديد، وأي استفسارات ضعف تعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.